يوه، مالك فين؟ يا عم بالله عليك سيبني، انا مش عارف انجح في الامتحان دوت وكل حاجه مضايقاني. ليه؟ هو الامتحان صعب قوي كده؟ لا بس الناس مضايقني واهلي بيضغطوا عليا ومش كل حاجه ماشيه زي ما انا عايز. لا تعالى بقى عشان عايزك وعايزك انت كمان. ازيكم؟ في فيديو النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، ايه الاسباب الرئيسيه اللي ممكن تكون سبب في فشلك، ورغم من كده ناس كتير قوي ممكن تكون مش واخده بالها من الاسباب ديت. فيلا بينا. السبب الأول هو خوفك من اتخاذ قرارات مصيرية. لو انت بتخاف تاخد قرارات كبيرة في حياتك زي ان انت تغير مجالك او تبدأ في مشروع جديد، فالخوف دوت ممكن يكون عائق قدامك، فممكن تكون خايف من الفشل او تكون خايف من التبعات اللي هتنتج عليه. لازم تكون شجاع وتواجه المخاوف ديت. النجاح عمره ما هيوصل لك لو كنت قاعد في مكانك، لازم تاخد خطوة لقدام وتكون جريء في قراراتك. السبب التاني ومهم جدا وهو البقاء في دائرة الراحة. لو كنت متمسك في مكانك ومش عايز تخرج بره منطقة راحتك، فده هينعكس عليك وعلى تقدمك وعلى نجاحك، عشان النجاح بيحتاج منك ان انت تخش في تجارب جديدة. فلو فضلت محبوس في مكانك هتفضل في الموضع اللي انت فيه، نفس الوضع من غير تقدم. ثالث سبب ومهم جدا وهو التشتت وعدم التركيز. في زمن السرعة ده احنا بنواجه تحديات كبيرة، التركيز دوت هو هدفك الوحيد. فلو انت بين اهداف كتير ومهام كتير فانت مش هتحقق اي حاجة من دول، لان النجاح محتاج تركيز عميق وهدف واضح عشان تمشي عليه وتوجه كل طاقتك واهتمامك عشان تحقق الهدف دوت. السبب الرابع هو الاستمرار في نفس الخطأ. كلنا بنغلط وكلنا بنفشل، بس في مننا اللي بيتعلم من الغلط ويقوم، في مننا اللي ما بيتعلمش منه ويفضل زي ما هو. تكرار الخطأ ده مش بيوديك لقدام، ده بيرجعك 100 خطوة لورا. فلازم تكون واعي لأخطائك وتحسن منها وتصحح مسارك، عشان النجاح الحقيقي بيجي عن طريق التعلم من التجارب اللي انت خضتها قبل كده. والسبب الخامس والاخير هو الايمان بالاعذار. لو انت بتطلع نفسك اعذار زي يا عم الوقت مش مناسب، يا عم والله الظروف مش مساعداني، فده هيفصلك عن تحقيق نجاحك واهدافك، عشان الاعذار ديت مجرد حواجز بتمنعك من التقدم. فلازم ان انت توقف الاعذار ديت، تبدا تخطط وتشتغل بجد. النجاح بيجي للناس اللي بتواجه التحديات وبتشتغل على نفسها بجد، مش للناس اللي عماله تدور على اعذار عشان بس ما يخرجوش من منطقه الراحه اللي هم فيها. وفي نهايه الفيديو احب اقول لكم ان النجاح مش سهل بس مش مستحيل، ولو قدرت تتغلب على التحديات اللي بتجيلك فانت هتلاقي نفسك ان انت بتقرب خطوه خطوه عشان تحقق هدفك. سيب الاعذار وواجه التحديات وابدا في التغيير. وشكرا ليك انك كملت الفيديو ده. متنساش تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو قدرت تشارك الفيديو لكل اللي تعرفهم عشان ممكن يكونوا محتاجين الفيديو ده. سلام.